السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي المحترمين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وراحة بال وجبر خاطر. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلي على رسول الله وحطي لايك وفعلي الجرس فضلا منك وليس أمرا. مليون مرحب بالمشتركين الجدد، نورتوني وزاد القناة نور وشرف بيكم. طبعا حبايبي الأمارات العسلات، ما تنسوش دعمكم ليا وحبكم ليا وكلامكم الجميل اللي بيشجعني فعلا. طبعا طمنوني عليكم عاملين ايه من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وراحة بال. طبعا تعالوا النهارده نعمل روتين تحفيزي جامد جدا. طبعا النهارده كان يوم اجازه يا بنات، انا بعمل الروتين ده في يوم اجازه الاولاد يوم الجمعه. يا رب تكون جمعه مباركه عليكم يا رب وعلى اولادكم جميعا. تعالوا بقى شجعوا معايا بقى، واللي قاعده كسلانه واللي قاعده سقعانه تقوم تشجع معايا كده، من حبايبي صحابي حبايبي دول يعني نعمل مع بعض كده. عايزه اقول لكم والله طول ما الواحد قاعد فعلا مكسل ان هو يعمل الشغل اللي وراه، بس لما بيمسك يعني لما بيقوم كده ويتنشط تبص تلاقي كل حاجه بتخلص معاكي. وبعدين عايزه اقول لكم كمان يعني سبب تاخيري ان انا مثلا يعني في ترويق البيت وكده. بنتي الصغيره والله بعد ما جيت من عند والدتي وبعد ما كنت عامله فيديوهين عند ماما وحماتي تعبت مني، لان طبعا كانت تعبانه قبل ما اروح لماما، لو انتوا فاكرين زي ما قلت لكم قبل كده. فكان مع تغيير الجو كده بنتي الصغيره تعبت خالص واخدت برد مني من مثلا من الطريق ومن الهواء، من الهواء من العربيات وكده. فاخدت مني برد واخدت مني دور تعب جامد. ف يعني كان برضو كان صعب عليا ان انا مثلا اداني قاعده بالطفله دي ماشي، وغير كده كمان ان انا اروق البيت او ان انا مثلا اعمل اكل. عايزه اقول لكم كان ما بين ان انا مثلا يعني انا كنت محتاره والله، كنت فعلا يعني ما بين نارين. يعني اداني قاعده ببنتي، ومن ناحيه تانية برضك كنت موفقه ان انا انزل مثلا لحماتي برضو، ما كنتش برضه ان انا اسيبها، عشان انتوا عارفين طبعا الناس الكبيره دي ما حدش بيسيبها وكده. وبعدين برضو يعني ما فيش حد بيعمل لها حاجه الا انا وسلفتي. فطبعا انا اللي كنت بنزل عشان سلفتي كان عندها ظروف وكده برضو، ما كانتش موجوده، كانت مسافره، فما كانش ينفع ان انا اسيبها لوحدها. يعني والله كنت بضطر ان انا مثلا اشيل بنتي معايا واخدها واروح عند حماتي، اداني قاعده مثلا طول النهار. واطلع مثلا على الساعه 9 بالليل، على الساعه 8. فعلى ما بطلع وكده بيكون مثلا الوقت خلص معايا، يعني بيكون الوقت خلص. طبعا بطلع اعمل ايه بقى؟ بذاكر لاولاد التانيين، اللي عايز يحفظ قران، اللي عايز مثلا يراجع على حاجه في مذاكرته. فوالله ما بيبقاش معايا وقت ان انا ان انا اروق الترويج اللي انتوا شايفينه ده. ف فالحمد لله طبعا الواحد بيقول الحمد لله، وانتوا عارفين ان انا على طول يعني بحمد ربنا وبشكره والله على فضله وعلى اللي بيجيبه ليا. حتى والله بصوا لما دايما دايما يا بنات احمدوا ربنا كده واشكروه على النعمه اللي انتوا فيها، او مثلا على اي حاجه بتعملوها ليه ربنا بيكرمكم والله، وربنا بيقف فعلا معاكم في كلمه الحمد والشكر دي. فعايزه اقول لكم والله يعني ان ربنا بيعني فعلا في حاجات كتير قوي، وربنا مقويني والله واقف معايا، يعني الحمد لله والله نعمه وفضل من عنده ان انا بقدر، يعني زي ما انتم شايفين في الفيديوهات بتاعتي قبل كده، ان انا بقدر اوفق بين بيتي وبين عيالي وبين حماتي وبين فوق، يعني شغل فوق وبين شغل تحت. فالحمد لله على اللي ربنا بيجيبه كويس قوي والله الحمد لله. فده مفرش يا بنات جديد، طبعا انا كنت بفرش ملايات على السرير. ف عايزه اقول لكم ان الجو فعلا بيسقع بالليل قوي، بيتلج بالليل عندي. فقلت قررت بقى ان انا احط المفارش اللي انا كنت قايله لكم قبل كده عليها ان هي هيجي وقتها. فده كان مفرش جديد كنت جايباه من السنه اللي فاتت، كان عليها عرض وكده. فحتى انا ما فرشتوش يعني الشتاء اللي فات كتير، يعني كنت انا جايباه بقى. طبعا انتوا عارفين في اواخر الصيف بيبقى في عروض واواخر الشتاء برضك بيبقى في عروض، فانا بيني وبينكم يعني جبته في اواخر الشتاء خالص، فكان عليه عرض فجبته. فما يعني ما فرشتوش كتير في السنه اللي فاتت، انا جايباه من السنه اللي فاتت يا بنات، كان رخيص خالص، كان ب 300 جنيه المفرش ده. طبعا مش عارفه تصدقوني ولا لا،
كان ب 300 جنيه. فلما لقيته رخيص كده جبته. ف طبعا انا ما استخدمتوش كتير، فطبعا يعتبر لسه جديد. فقلت طبعا يعني مع الترويج بقى الجديد ومع القلبان اللي انتوا شايفينه ده، فقلت لا انا هفرشه بقى، عشان خلاص كمان الجو سقع كمان، ما ينفعش ان انا ما افرش حاجه. وعايزه اقول لكم والله ان اليوم ده فعلا اشتغلت كتير قوي، يعني من ترويق اوض، طبعا لترويق الانتريه للصاله، لغسيل المواعين اهو. انا بعد ما خلصت الاوضه دخلت على المواعين. عايزه اقول لكم ان المواعين فعلا كانت كتيره قوي. انا سبت المطبخ صراحه، سبته. قلت هعمل يعني قلت هعمل الاوضه الاول، يعني هعمل حاجه هعمل الاوضه الاول وبعد كده هدخل على المطبخ. عشان طبعا المطبخ انتوا عارفين بيبقى كله شغل وكله واقفه، من اكل لغسيل المواعين، لترويق. كان في حاجات صراحه كتير في المطبخ كنت عايزه ان انا اروقها، فسبته للاخر. يعني سبته للاخر حاجه ان انا اروقه كده. فالحمد لله، يعني ربنا يعيني ويعينكم جميعا يا رب. واللي وصل عندي كده يا بنات يصلي كده على النبي، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتفعلوا لي الجرس عشان القناه تكبر بيكم، وجزاكم الله كل خير. طبعا المواعين دي كانت متركمه عليا. ليه بقى؟ وعايزه اقول لكم ان اكتر حاجه في المواعين عندي تبقى كوبايات، بتيجي منين انا مش عارفه. يعني كمان يعني انا بعد ما خلصت المواعين وخلصت الشقه وقلت خلاص يعني هقعد بقى اشم نفسي شويه وهرتاح شويه. والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا دخلت المطبخ تاني لقيت فيه قلبان. من ايه انا مش عارفه. هتقولوا لي من ايه؟ اقول لكم مش عارفه. غير كمان يعني تعب بنتي ده. انا بنتي الصغيره بالذات لما بتتعب بحس ان انا اللي تعبانه. ليه بقى؟ العيل الصغير ده يا بنات لما بيتعب ما بتعرفش تعمل له حاجه، او مثلا ما بيروقش بسرعه، او ما بيستحملش بمعنى صح. يعني عايزه اوصل لكم ان هو ما بيستحملش. فده انا بزعل صراحه على بنتي الصغيره دي، كانت تعبانه خالص. وكنت بعلق لها اللي هو الجهاز اللي هو بتاع الاكسجين ده، عشان كان البرد والبلغم كان قافل صدرها خالص. والسخونيه برضه كانت درجه الحراره بتاعتها عاليه. يعني الدور رجع عليها، الدور رجع لها. يعني امر من الاول صراحه. عايزه اقول لكم ان يعني كان تعب عليا برضو. فالحمد لله، يعني انا ما بقولش إلا الحمد لله على طول، دايما ودايما في بقي. يعني دايما في بقي ولساني الحمد لله. يعني انا بحس لما بقول الحمد لله والله ربنا بيسهلها معايا. فده انا كنت خلصت مثلا، يعني كنت قربت اخلص المواعين. وبعد ما خلصت طبعا المواعين كان في غسيل بحطه في الغسالة. طبعا كنت قبلها بيومين او 3 كان في غسيل كتير، فانا ما قدرتش ان انا اغسله. فهو يعني اتركم عندي قبلها بيومين او 3 كده، كان الغسيل متركم عندي. ده غير كده كمان غسيل بتاع المدارس بتاع ولادي. فده مع ده كان غسيل كتير عليا. فانا والله ما قدرت ان انا يعني اشغل غسالة العادية. ما قدرتش صراحة خالص اليوم ده، لاني كنت عامله شغل كتير. كنت قلبه الشقه وكده، كنت قلبه يعني ما قدرتش ان انا اعمل حاجه تاني على قد بس ترويق الشقه والاكل والشرب وغسيل المواعين. وروقت كمان المطبخ ترويقه جامده. شلت الفرشه اللي فيه ديت. قلت يعني كفايه عليها قوي كده. والله ما كانت حتى مكمله عندي اسبوع، بس قلت كفايه عليها قوي كده. ليه بقى؟ اولادي مثلا اللي بيشرب ميه بكوب ميه عليها. طبعا انتوا عارفين المطبخ بيبقى كله مثلا بهدله واكل وشرب، فطبعا لازم الفرشه بتاعته تتغير باستمرار. حتى يعني شوف انا كنت مركنه يعني غسيل زي في جنب اهو، لان كان غسيل كتير. ف يعني انا كنت محتاره. فانا قلت يعني انا اغسل على الغساله اللي انا بلبسها المفرش ده، اغسل على الغساله اللي هي الاوتوماتيك، عشان انا فعلا ما كنتش قادره اغسل على الغساله التانيه. ودي مفرش بنات جديد برضك كنت عاملاه من زمان، بس يعني انا مش بلبسه الغساله دي كتير. حتى من كتر الشيل والحط فيه والله يعني اتقطع مني. كان لسه مقطوع مني من شويه، اتنتش مني في مسمار. فقلت مثلا هحطه دلوقتي وبعد كده ابقى اخيطه كده. طبعا انا شلت الفرشه اللي هي القديمه وحطيت فرشه جديده. قلت مثلا عشان يبقى الترويق كله مثلا
يبقى كامل متكامل كده في المطبخ وفي الاوض وفي كله، تبقى الشقه كلها ايه فرشتها جديده. وبعد كده ما خلصت المطبخ طلعت مثلا، قلت هغسل المشاية اللي انا شلتها من المطبخ، عشان ما اسيبهاش اسيبها في الحمام اركنها، لا قلت اغسلها بالمره، عشان لو ركنتها ولا كده اكسل عليها، اكسل ان انا ان انا اعملها وكده يعني. كده كنت خلصت المطبخ ومسحته وروقته. ودي يا بنات صح، عايزه اقول لكم ان دي جوزي كان عاملها لي قريب، اللي هي عليها الورد دي، اللي هو اللي هي فوق الرخامه دي، كان جوزي عامل لي خشبه، ان انا مثلا احط عليها الورد، احط عليها اي حاجه، فاهمين يا بنات؟ مديه منظر حلو صراحه، كانت معموله جديد. وكنت حاطاها على الرخامه، حتى شوفوا منظرها كانت جميله ازاي. وخليته برضك دهنها لون رصاصي، لون المطبخ، عشان تبقى لايقه مع المطبخ. هو كان المفروض يدينها لون اسود، لون المفرش، بس ممكن المفرش برضك مش ان هو يفضل دايم على الرخامه وكده، فانا حبيت ان انا ادينا لون المطبخ، يعني لون الحيطه وكده. وطبعا انا زي ما قلت لكم، انا دخلت بعد ما خلصت المطبخ، دخلت غسلت الفرشه بتاعته، وعشان مثلا يعني ما احطهاش واكسل عليها. وطبعا يا بنات بعد ما خلصت المكته دي، دخلت بقى على اوضه الاطفال، لان اوضه الاطفال كان فيها شغل ياما، فقلت الاول هعمل دي وبعد كده ادخل على اوضه الاطفال. وبعد كده دخلت عليها فعلا، بالفعل دخلت عليها وروقتها خالص والحمد لله. والصاله برضك روقتها وخلصت الشقه. بس والله خدت معايا فعلا مجهود جامد، لان كان كل الشغل في يوم واحد، يعني مش مثلا يعني اوضه اوضه، لا كان كل الشقه كلها كنت يعني عملتها في يوم واحد. ليه بقى قلت يوم اجازه، والحمد لله قربت اخلصها. وكده اكون خلصت معاكم الفيديو، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يومين.